بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الكورس دوت في اوله عن السيرشنج تكنيكس. واتفقنا في اول الكورس ان من اهم حاجتين في الالجوريزمز هما السيرشنج والسورتنج. ليه؟ لان غالبا ما فيش ابلكيشن ما بيبقاش فيه سيرشنج وما بيبقاش فيه ابلكيشن ما فيش فيه سورتنج. وشوفنا في السيرشنج تكنيكس ان لما شفنا اول حاجه التكنيكس العاديه كانت على اريز مش سورتد. شفنا ان ازاي السيرش فيها كان بيبقى اوردر اوف ان، وشوفنا ازاي ان لما عرفنا معلومه زياده بس ان مثلا لو كانت الاري بتاعتك ديت سورتد وعايز تسيرش فيها، ان ازاي السيرش الاوردر بتاعه طلع من اوردر اوف ان طلع الاوردر اوف لوج ان. وده يوصلنا لاهميه السورتنج، ان غالبا الداتا يستحب ان هي تكون متخزنه سورتد علشان تقدر تسيرش فيها بسهوله. هنتكلم في الحلقات اللي جايه عن سورتنج الجوريزمز. هنشوف كذا سورتنج الجوريزم زي ما شفنا في السيرشنج، شفنا كذا طريقه. هنشوف في السورتنج برضو طرق مختلفه، ونشوف كل واحده فيها ايه ميزتها وايه عيبها، وامتى نستخدم الطريقه ديت وامتى نستخدم الطريقه الثانيه. هنبدا النهارده في اول الجوريزم في السورتنج هو السلكشن سورت. السلكشن سورت هو يعتبر يعني ابطا واحد في الالجوريزمز، بس هنشوف. بس يعني ده مش معناه ان هو ما بيستخدمش، لا، في حالات بيكون مناسب فيها. لو افترضنا ان انا مثلا عندي اري زي الاري اللي قدامي دهيت، اري اوف انتجرز، عايز اسورت الاليمنتس اللي في الاري دهيت. ازاي ممكن نسورتها؟ لو انا عايز اسورت الاري ديت ascending يعني تصاعدي، نفترض ان مثلا الاري عايز ارتبها كده ascending تصاعدي، ان يكون الصغير فوق والكبير تحت. فابسط حاجه وهي ديت اللي بيعملها سelection sort، ان هو بيدور يلف الاول على الاري كلها، يدور على اصغر element. اول ما يلاقي اصغر element اللي يلاقيه دوت، بعد ما يلف على الاري كلها ياخده ويطلعه فين؟ فوق. بعد كده يلف تاني على الاري كلها، يدور على تاني اصغر element، يقوم واخده وحطه في تاني سيل. بعد كده يدور على تالت اصغر element، هكذا، ويحطه في السيل اللي بعدها. تعالوا نشوف ازاي. يعني مثلا لو هي دي الاري بتاعتي، ده اول مكان، تاني مكان، وهكذا لحد الاخر. هيمسك الاري يلف عليها من الاول للاخر، يدور على اصغر element. دلوقتي هو مع ال8 هي اصغر حاجه، ال6 هي اصغر من ال8، هيبقى اصغر حاجه بالنسبه له هي ال6. يعني هو بيبقى عنده variable كده على جنب مثلا اسمه المينيمم. ماشي، بيبدا انيشالي باول واحد. طيب بعد كده يخش على اللي بعد منه، هل ده اصغر من ال8؟ اصغر من ال8، يبقى المينيمم بتاعي مين؟ 6. يخش بعد كده على ال9، هل ال9 اصغر من ال6؟ لا، يبقى المينيمم زي ما هو 6. يخش على 4، هل ال4 اصغر من 6؟ يبقى المينيمم بتاعي دلوقتي 4. يخش على 2، هل 2 اصغر من ال4؟ يبقى المينيمم بتاعي 2. يخش على 5، هل 5 اصغر من ال2؟ لا، يبقى المينيمم بتاعي 2. لف على الاري كلها لفه وجايب اصغر واحد فيها. طلع له مين اصغر واحد؟ هو ال2. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يطلع ال2 ديت فوق خالص في اول مكان في الاري، فهيسواب ال8 مع ال2، يطلع ال2 مكان ال8 وينزل 8 مكان ال2. فهنشيل ال8 ونشيل ال2 ونسوابهم مع بعض، نطلع ال2 فوق ونحط ال8 تحت. كده هو جاب اصغر element في الاري، حطه فين؟ في اول مكان. وعشان يعمل ده لفه كامله على الاري. طيب يبدا بعد كده يخش على المكان، يعني هو كده خلاص حط الاثنين في مكانه الصح، يعني حط اقل واحد في مكانه الصح. يمشي بعد كده على المكان اللي بعد منه، عايز اجيب الاليمنت المفروض يتحط في مكان رقم 1. مين الاليمنت المفروض يتحط هنا؟ يعمل ايه؟ يلف من اول هنا لحد تحت خالص، يشوف اصغر واحد مين، فيعمل نفس الحركه، يبدا بالمينيمم ب6، يكمل يخش على 9، هل 9 اصغر من 6؟ لا. هل ال9 دي اصغر من 6 اللي هي المينيمم؟ لا. يكمل، هل ال4 اصغر من المينيمم اللي هو 6؟ يبقى ايه؟ يبقى المينيمم بتاعي دلوقتي 4. بعد كده على 8، هل ال8 اصغر من ال4؟ لا. هل ال5 اصغر من ال4؟ لا. يبقى المينيمم بتاعي مين؟ يبقى المينيمم بتاعي ال4. يبقى ال4 هي اقل واحده في الاليمنتس اللي فاضله، يبقى المفروض تطلع تتحط في المكان رقم 1. يبقى هيسواب ال4 مع الاليمنت الموجود في المكان رقم 1 اللي هو ال6. فهنشيل ال6 ونشيل ال4
ونحط الأربعة فوق مكان الستة، والستة تنزل مكان الأربعة. كده هو حط الأربعة في مكانها الصح، جاب تاني أصغر إليمنت. لو خدنا بالنا هنلاقي إن الأحمر ده كده هو خلاص الأحمر دولت اتحطوا في أماكنهم الصح. الأسود دولت اللي هم لسه عايزين نشوف نرتبهم مظبوطين، لكن المفروض ان الاحمر ده كده خلاص هو اتحط في مكان الصح. اول مره جاب اصغر واحد خالص وحطه في مكان الصح، تاني مره جاب اصغر واحد بين اللي فاضلين وحطه في مكانه الصح. نيجي دلوقتي المفروض يجيب اصغر واحد من السود ويحطه في مكانه الصح اللي هو مين؟ التلاتة. هو خلاص حط الحاجه مكانها في مكان رقم 0 ده حطها في مكانها صح، مكان رقم 1 حطها في مكانها صح. في 2 عايز يجيب بقى الحاجه اللي المفروض تتحط في مكان رقم 2، يقوم يعمل ايه؟ يلف على كل اللي فاضل يجيب اصغر واحد فيهم اللي هو المفروض يبقى ال5. يعمل نفس الحركه. المينيمم هيبقى بالإليمنت اللي واقف عليه دلوقتي يساوي 9، يقوم يمشي. هل الستة أصغر من المينيمم؟ يبقى الستة هي المينيمم. هل التمانية أصغر من المينيمم؟ لأ. هل الخمسة أصغر من المينيمم؟ يبقى المينيمم بتاعي هو الخمسة، يبقى ياخد الخمسة يعملها سوابنج مع التسعة، يطلعها مكان التسعة. هيقوم يمسح التسعة ويمسح الخمسة ويطلع الخمسة فوق وينزل التسعة تحت. كده هو خلص أول 3 أماكن في الأري، حطهم في مكانهم الصح. يبدأ يكمل يتنقل على الخطوة اللي وراها. المينيمم دلوقتي هنا بكام؟ هيبقى ب6. لو لاحظنا بس دلوقتي ان المفروض ان الأري دلوقتي بقت سورتد خلاص، يعني لو بصيت على 6 8 9 خلاص هنا بقت سورتد وكل الأري بقت سورتد. بس ده عيب من عيوب الالجوريزم دوت، ان هو لازم يكمل شغله لحد الاخر. هو دلوقتي مش هيحس ان الاري بقت سورتد، هو لازم يكمل شغله على الليست كلها لحد ما يتاكد ان هي كلها سورتد. هو مش هيحس دلوقتي ان هي اوريدي خلاص بقت سورتد، وهيكمل شغل عادي جدا كانه مش فاهم اي حاجه. طيب المينيمم دلوقتي ب6، المكان اللي هو واقف عليه هو عايز يجيب الاليمنت اللي المفروض يتحط في المكان ده، فبيحط ان هو 6. يكمل لف على الاري. هل ال8 اصغر من 6؟ لا. هل ال9 اصغر من المينيمم اللي هو 6؟ لا. يبقى المينيمم بتاعك مين؟ هو ال6. خلاص يبقى 6 هتفضل في مكانها زي ما هي، او ممكن يعمل سواب لنفسها مع نفسها، يعني سواب لل6 مع ال6 كأنه حطها في نفسها في مكانها. بعد كده يخش على ال8. هو كده خلاص اتأكد ان اللي فوق دول كلهم في مكانهم الصح، فضلوا له اخر خانتين. هيبدأ المينيمم بتاعه ب8، ينزل يبص هل ال9 اصغر من المينيمم اللي هي ال8؟ لا. يبقى المينيمم بتاعك هو ال8 اللي هي نفس ال8، هيساوي ال8 مع نفسها. كده هو حط 8 في مكانها الصح. يتفضل له اخر حاجة بقى ان هو يخلي المينيمم ب9 ويكمل شغله. مينيمم ب9 خلاص مفيش حاجة بعديها اصلا، يبقى هي ايه؟ يبقى ال9 هي دلوقتي في مكانها الصح. وكده يكون خلص الاري كلها، لف على الاري كلها وخلاها سورتد. سelection sort تاني عمل ايه؟ مسك الاري في الاول، قال لك ادور على اصغر واحد في الاري كلها، لف على الاري كلها علشان يدور على اصغر element، ولما بيلاقي اصغر element بيعمل له swapping مع الاليمنت اللي كان في المكان دهوت. جاب اصغر element كان الاتنين حطه في مكانه الصح. بعد كده دخل على الانتري اللي وراها يدور على اصغر واحد في الاري من اول هنا لحد الاخر. طلع له الاربعه، عمل له سوابنج مع الرقم اللي كان موجود هنا اهوت، فالاربعه اتحطت في مكانها الصح. ينقل بعد كده على السيل اللي وراها، يلف على الاري كلها من اول هنا ونازل، يدور على اصغر اليمنت فيهم، لان اصغر اليمنت هو ال5، عمل له سوابنج وحطه فوق، وهكذا. ينقل على السيل اللي وراها، يدور على اصغر واحد ويحطه في المكان دوت، بعد كده ينقل على وراها يجيب اصغر واحد ويحطه في المكان دوت، وهكذا. طيب لو عايزين نعرف الاوردر بتاع الالجوريثم ده، الالجوريثم ده هو اوردر اوف كام؟ طبعا احنا عشان نقدر نفارق نقارن ما بين الجوريثم والتاني بنقارن بالاوردر.
الالجوريزم ده بياخد في البرفورمانس بتاعه اوردر اوف كام، بياخد وقت قد ايه علشان يقدر يسورت الاري؟ تفتكروا كده ممكن يكون الالجوريزم ده اوردر اوف كام؟ تعالوا نفكر سوا. هو بيعمل ايه؟ هو بيجي في اول مره يلف على الاري كلها، وفي تاني مره يلف على الاري كلها ناقص واحد بس، وفي تالت مره يلف على الاري كلها ناقص اتنين، وفي رابع مره يلف على الاري كلها ناقص تلاتة، وهكذا. فهو هيبقى مثلا كأنه n زائد n ناقص واحد زائد n ناقص اتنين زائد n ناقص تلاتة، وهكذا لحد ما في الآخر يوصل لزائد واحد. ده اللي هو تقريبا هو order of n square. هو أقل شوية من n square، بس في الآخر هو order of n square. يعني عندك ان في n بتتجمع على n بتتجمع على n بتتجمع على n من المرات، لان هو بيلف على كل element في الاري ديت، وكل مره بيلف على ايه؟ على تقريبا كل الاليمنتس. فانت عندك n زائد n زائد n زائد n مطروح في الاخر منها حاجه صغيره كانها ايه؟ اوردر اوف n سكوير. فالالجوريثم دوت الاوردر بتاعه اوردر اوف n سكوير. يعني لو انا عندي array طولها 1000، لو ال n بتاعتي ب1000، array طولها 1000، فهو هيلف كام مرة؟ أو هيعمل عملية مقارنة كام مرة؟ n سكوير اللي هو 1000 في 1000 يعني بمليون، فهيلف مليون مرة. لو ال n بتاعتي بمليون يبقى اللي هي 10 أس 6، يبقى هيخلص في 10 أس، هيعمل كام عملية مقارنة؟ هيعمل تقريبا 10 أس 12، أقل شوية من 10 أس 12، بس يعني ستيل اوردر اوف n سكوير. طيب ايه مزايا الالجوريزم دوت وايه عيوبه بقى؟ اول حاجه الالجوريزم دوت في الامبلمنتيشن بتاعه سهل جدا. عشان تمبلمنته هيبقوا 2 فور لوبس جوه بعضهم وخلاص، وبتعمل سوابنج وخلصت. يعني بتتكلم في مش اقل، يعني مش اكتر مثلا من 15 سطر كود مثلا. فالامبلمنتيشن بتاعه سهل جدا. تاني ميزه في الالجوريزم دوت ان انت لو عايز تجيب مثلا عندك ليست، الليست دي فيها مليون اليمنت، وعايز تجيب، مش عايز ترتبها كلها بقى، عايز تجيب السمولست 3 نمبرز مثلا، اصغر 3 ارقام في الاري بتاعتك. هتعمل ايه؟ عايز تجيب اصغر 3 اللي هم اول 3 دول بس، يبقى هتلف 3 مرات، هتلف لفه عشان تجيب اول واحد، وتلف لفه ثانيه عشان تجيب ثاني واحد، وتلف لفه عشان تجيب ثالث واحد بس. فانت لو عندك اري طولها مليون مش محتاج ترتب الاري كلها. امال اللي هتعمل ايه؟ هتلف 3 لفات بس. فساعتها هيكون الالجوريزم دوت سريع، مش محتاج ان انت لان هو كل مره بيجيب الاصغر، بعد كده بيجيب تاني اصغر واحد، بعد كده بيجيب ثالث اصغر واحد. فانت لو عايز تجيب اصغر 3 ارقام سهله جدا، هتلف 3 لفات وهتجيبه ايه؟ هتجيبهم وخلاص. تاني ميزه في الالجوريزم دوت ان انت لو انت مش محتاج ترتب الاري كلها، محتاج تجيب بس اصغر اليمنت او تاني اصغر اليمنت او تالت اصغر اليمنت، فانت هتحتاج تلف عدد لفات قليل. نفس الكلام لو عايز تجيب اكبر اليمنت او تاني اكبر اليمنت او تالت اكبر اليمنت، هتمشي بالالجوريزم بالعكس، بس بدل ما كنت بتدور على الاصغر هتدور على الاكبر وتحطه تحت، تدور على الاكبر وتحطه تحت، او ترتبهم ديسندنج، يعني تدور على الاكبر وتحطه فوق. فاول ميزه في الالجوريزم دوت ان هو سيمبل في الامبلمنتيشن. تاني ميزه ان انت لو عايز تجيب اصغر اليمنت بس، او تاني او اصغر 2 اليمنتس او اصغر 3 اليمنتس، هيجي لك بسرعه لو انت بتدور في اري كبيره مثلا. تالت ميزه ان الالجوريزم ده سيمبل جدا، مش كومبلكس. فانت لو عندك اري صغيره طولها مثلا 10 20 100، ممكن تستخدم سelection سورت. مش محتاج تعمل الجوريزم كومبلكس زي في هنشوف كمان شويه او قدام هنشوف في الحلقات اللي جايه الجوريزمز كومبلكس. فانت مش محتاج تعمل الجوريزم كومبلكس عشان تسورت اري او ليست فيها 10 اليمنتس بس. فانت لو عندك ليست صغيره ممكن تستخدم سelection سورت عشان تسورتها، وهتبقى وقتها هتبقى اسرع الليستنج السورتنج في الاري الصغيره دي هيكون اسرع من ان انت تحط عليها الجوريزم تاني. فبما ان هو سيمبل فاحنا ممكن نستخدمه في ان احنا نسورت في اريز صغيره، فهو مناسب جدا لو انت عايز تسورت حاجه صغيره. رابع ميزه في الالجوريزم دوت ان هو بيسورت ان بليس. يعني ايه بيسورت ان بليس؟ يعني ما بيحتاجش ميموري زياده. هو
الفاريبلز الوحيده اللي احنا احتاجناها واحنا بنسورت هو المينيمم ده اللي كنا بنجيب فيه المينيمم، ومثلا فاريبل تاني علشان السوابنج عشان تعمل فيه عمليه السوابنج. لكن يعني فانت محتاج كونستنت نمبر من فاريبلز. يعني مثلا لو انت عندك الليست طولها مليون، فانت بس محتاج جنبها المليون انتجر دولت هتحتاج جنبهم 2 او 3 فاريبلز وخلاص كونستنت. لكن مش هتحتاج ميموري اكتر من كده، لان احنا هنشوف كمان شويه برضو في حلقات جايه الجوريزمز ثانيه بتحتاج ميموري كبيره. فالالجوريزم ده بطيء في البروسيسنج، لكن في الميموري ما بيحتاجش ميموري كبيره. فانت لو عندك عايز تسورت الاري بتاعتك او الليست بتاعتك وانت ما عندكش ميموري كتيره، فهيكون الالجوريزم دوت مناسب ليك جدا. بس الحقيقه الالجوريزم دوت في ليه ديس ادفانتجز، يعني زي ما احنا شفنا مزاياه ليه عيوب. اول عيب ليه ان هو اوردر اوف ان سكوير، وده يعتبر بطيء، لان احنا هنشوف بعد كده طرق اسرع من كده. تاني عيب فيه ان هو زي ما احنا شفنا احنا كنا وصلنا لستيت ان انا كنت رتبت الاثنين والاربعه والخمسه، وكنت لسه ما رتبتش اللي تحت، بس هم كانوا اوريدي مترتبين. كان عندي 6 و8 و9 اوريدي مترتبين، ورغم ان هم مترتبين الالجوريزم بتاعي كان غبي، واضطر ان هو يمشي على كل اليمنت خطوه خطوه عادي جدا. كان بلايند، كان بيسموه بلايند الجوريزم، ان هو مش شايف ان اللي قدامه دول سورتد، ما فهمش ان هم سورتد وقال لك خلاص سورتد مش هكمل شغل. لا، هو فضل مكمل شغله خطوه خطوه لحد ما وصل للنهايه خالص. فمثلا لو كانت الليسته بتاعتي اصلا سورتد، يعني افرض انا مثلا مديله ليست سورتد زي دي، كان ديت هي الانبوت بتاعي، وبقول له سورت الليست دي، كان هيعمل ايه؟ كان هيمسك اول حاجه الاثنين، يقول لك انا عايز اجيب اصغر واحد في الليست، يقوم يلف على الليسته كلها، يلف 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 يلف، يلاقي الاثنين هي اصغر واحده، يقوم سايبها في مكانها. طب وبعد كده يقوم داخل على الخطوه الاولى، يقول لك انا عايز اجيب تاني اصغر واحد، يقوم يلف 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 يجيب اصغر واحد اللي هو الاربعه ويسيبها في مكانها، يسيبها يعني كانه بيعمل لها سوابنج مع نفسها. كان يخش على 5، عايز يجيب اصغر واحد، يفضل يلف 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 لحد ما يلاقي 5. فهو ما كانش بيفهم ان الاري دي سورتد. لو انت اصلا مديله اري سورتد وبتقول له اعمل لها سورتنج، هيعمل نفس الايفورت اللي كان هيعمله لو هي ما كانتش سورتد. فهو كان بلايند سيستم، بلايند الجوريثم، ما بيفهمش ان الالجوريثم ان الاري بتاعته دي سورتد فخلاص يخلص بسرعه. لا، كان بيعمل نفس الايفورت اللي هو كان هيعمله لو كانت الليست دي سورتد. هنشوف برضو في حلقات جايه الجوريثمز ثانيه تقدر تفهم ان لو انا مديها اري سورتد هتفهم بسرعه ان هي سورتد ومش هتعمل ايفورت زياده. فخلينا تاني نسمري السلكشن سورت. السلكشن سورت دي اول طريقه من طرق السورتنج وابسطها. كان ببساطه بيجي في الاول يدور على اصغر اليمنت، يلف على الكل يدور على اصغر اليمنت يحطه في اول مكان، بعد كده يخش على الخطوه اللي وراها يدور على اصغر اليمنت في الباقيين ويحطه في المكان، وبعد كده يبدا من هنا يلف تحت لحد ما يلاقي اصغر اليمنت ويحطه في المكان الثالث، وهكذا. ده كان اوردر اوف ان سكوير. كان مزايا ان هو الامبلمنتيشن بتاعه سهل. لو انا عايز اجيب اصغر اليمنت بس، او عايز اجيب اصغر 2 اليمنتس او 3 اليمنتس او 4 اليمنتس، يبقى هلف عدد مرات صغير جدا، مش محتاج اعمل الالجوريزم كله عشان اوصل لاصغر اليمنت مثلا. مناسب جدا لو كان الان بتاعي صغيره. لو الليست بتاعتي صغيره وعايز اسورتها فهو مناسب جدا ليها لان هو سهل. وكان بيسورت ان بليس، مش محتاج ميموري زياده. لكن عيوبه ان هو كان بطيء لو انا الان بتاعتي كبيره. فمثلا شفنا لو ان 1000 هيقعد مليون، وهكذا. تاني عيب فيه ان هو كان بلايند الجوريثم، ما كانش بيفهم لو انا مديله اري سورتد كان هيضطر ان هو يعمل عليها نفس الايفورت اللي كان هيعمله لو هي مش سورتد. ده كان السلكشن سورت، اول الجوريثم في السورتنج الجوريثمز. في الحلقات الجايه ان شاء الله هنشوف طرق تانية للسورتنج.